أنا أحلم إذا أنا موجود. هذا هو الشعار الذي حمله أحمد حجاجوفيتش إلى 150 دولة حول العالم وبيده علم مصر. شاب في 27 يحلم بجذب كل شعوب الأرض إلى بلده مصر، لأنه يعتقد أنها بلد الحرية والفرح والسلام والثروات الطبيعية. تعالوا نشوف. عايزكم تشوفوا الناس اللي بتحب مصر، الناس اللي اخذت مني علم مصر بتعمل ايه. التحيه ليا ان انا موجود عندكم في بلدنا. ربنا يستر. السعادة تتجاوز الحدود السياسية والدينية والثقافية. هيدا هو شعار الرحال المصري أحمد حجاجوفيتش لجال العالم بهدف توحيد الشعوب حول حب مصر. انا بيعجبني في احمد جدا ما شاء الله ان هو كان برغم ان هو خريج كمبيوتر ساينس، يعني كليه محترمه وكل حاجه وقدامه اوبورتيونيتيز كتير يشتغل، لكن هو كان حاطط تارجت في دماغه. هو بيحب يتعرف على ناس كتير، بيحب يشوف ثقافات كتير، وحب يستغل ده رغم طبعا في انتقادات كتيره واجهها، لكن هو كان حاطط، يعني انا اللي عجبني في احمد ما شاء الله ان هو حط حاجه في دماغه ومشي وراها رغم كل الانتقادات اللي كانت بتوجه اليه. طبعا كان في ناس بتشجعه. بره الدنيا تلج. اطول واخطر واصعب قطر في العالم كله. خبرتنا احنا هو أول مصري يرفع علم مصر بأكثر من 150 مدينة حول العالم، وأكثر من دعا بمصر للحرية والفرح والسلام. والهدف الرئيسي لهالفكرة هو إنه نشوف العالم من دون كراهية وعنصرية أيا كان الاسم، السن، اللون، الدين، المدينة، الأفكار والأصل. مرة بعت لي على الفيسبوك، انا بيقول لي معيش ولا فلوس خالص، فبيقول لي لو تعرف يعني تحول لي رصيد او كده. كان ساعتها في الصين بيقول لي معهوش غير 150 دولار بس كل اللي معاه، بس في ساعتها حولت له رصيد وكده، وكنت طبعا فخور ان انا يعني اقدر اساعده باي حاجة. ينشر الفرح بالمدن اللي زارها، بدأ أحمد الرقص منفردا ثم مع أشخاص ما بيعرفهم بالشارع، لأنه السعادة بحسب تعبيره لا تفرق بين البشر. بجد انا بحبك يا بلادي، نفسي تبقى احسن بلد في الدنيا. أهلا بك يا أحمد. اهلا مدام فوزي. طبعا أنا عندي حب استطلاع فظيع. أولا أنا شايفاك شاب أسمر مصري خالص خالص، كل حاجة مصرية. انما مين اللي سماك حجاجوفيتش؟ ايه حجاجوفيتش؟ صاحبي الروسي. اول مارسيل تايبوف صاحبي الروسي من اول. اسمه ايه؟ مارسيل تايبوف. ده صديقي الروسي من في بدايه السفريات اتعرفت عليه، فبدل ما يقول للناس احمد حجاج المصري راح احمد حجاجوفيتش. فاول مره اطلع بالميديا كتبوا يعني قالوا للناس المغامر معنا، المغامر حجاجوفيتش. فبعد كده الميديا كلها بقت حوالين العالم تقول عني حجاجوفيتش. فرح بسيسوفيتش معك. احمد انت ابتدى المشوار انت وعندك 4 سنين. انا مش الحلم وانا عندي 4 سنين. مش ممكن يعني طفل يتسأل يقول عايز تحلم بايه، يقول انا عايز اسافر على اليابان. شو اللي خطر لك؟ طالع من بسين زي كده ورانا، فبقى مذيع بيقول لي نفسك تعمل ايه يا حبيبي لما تكبر؟ قلت له نفسي اروح اليابان. سهله من غير تفكير. كبرت عندي 14 سنه، رحت عامل ليست باحلامي، وبعدين حتى ممكن اوريها لكم. تو عندك 14 وانا عندي 14 سنه ليست باحلام وحميت احلامي. اللي هو كل اللي عملته ان انا كتبت احلامي اللي عايز اعملها واحنا عندي 14 سنه، وابتديت يعني خلاص ده الحلم، وبعدين ابتديت احمي احلامي. ورقه يعني
بس اظن انت الاشياء اللي حققتها اكثر من اللي مكتوبه حاجات هون. كتيره، دي احلام واحد عنده 14 سنه، مش احلام واحد كبير يعني. انا أحلامك عملت حاجات بتكبر. اكتر بكتير من حاجه زي كده. رحت اليابان؟ ان شاء الله رايحه يوم الاحد الجاي بإذن الله الله. اكبر. طيب أحمد، أنا حابة أسألك، يعني 150 دولة ما هي سهلة وتتحمل الصعوبات، عندك في حاجة أكبر من الصعوبات هذه تبغى توصل لها، وإيش اللي أنت حاب توصله في ظل اللي نحن بنعيشه في العالم العربي الجميل؟ اللي عايز اوصله حاجه، ان انا حلمت وانا عندي 4 سنين، كتبت احلامي وانا عندي 14 سنه، ابتديت احققها 2007 لما ابتديت اسافر حوالين العالم. ناس كتيره جدا وقفت ضدي، ناس كتيره ما كانتش يعني يعني مش هيوصل لحاجه. اجبرت كل الناس دي ان انا تؤمن اكتر من انك انت بفكرتك. الشجاعه، انا عندي صبر. ان هو انا عارف انا عايز اروح فين الحمد لله، وعايز اثبت للعالم كله ان هي رسالتي، وهي انك انت ما ينفعش تسافري من غير رساله، لازم تسافري، او صح. لازم عشان تعملي اي حاجه في الدنيا عشان خاطر تؤمني بيها لازم يبقى في رساله في هدف. وفي هدف، ما في هدف، والهدف ده ممثل برساله، وهي الحريه، الفرح، السلام. عالم واحد متحد بلا عنصريه، عالم واحد متحد على حب مصر هي بلدي. بين قوسين لا حدود، لا حدود، لا حدود ما بين الدول، ولا حدود ما بين الالوان، لا حدود ما بين الاديان، لا حدود ما بين، مفيش حدود اصلا. وبعدين لا حدود في الاحلام كمان. أحمد، خليني أسألك، يعني العالم الجميل، العالم المصري اللي ورانا وكل التوقيعات اللي موجودة عليه، يعني أنت كنت آخر شخص تحصل على توقيع البابا شنودة، يعني هذا شيء رائع، والعديد من الأشخاص اللي تعرفت عليهم وأخذت منهم هذا التوقيع. أول شيء إيش هتعمل في العالم هذا، ومين أهم الشخصيات اللي وقعت؟ ناس كثيرة جدا وقعت، ناس يعني مهمة جدا، ناس دبلوماسيين، ناس سفراء. البابا شنودة طبعا، يعني قداسة البابا شنودة لما يقابلني في آخر طبعا. توقيع لي يعني هو عيان وتعبان، وكان منع كل المقابلات ويقابلني أنا عشان يمضي لي عشان رسالتي، لأن أنا بلهم العالم كله إن هو يا جماعة في ناس اسمهم مصريين، ناس أقوياء جدا، ناس محترمة جدا، ناس مش زي ما أنتم فاكرين إن هو جمل وهرم وكده. في حاجة اسمها عرب، العرب مش زي ما هم بيقول لك. أول واحد يشوفني يقول لي إيه؟ احمد التيرورست، عارفه يقول لك سايلنس اي كيل يو، اللي هو دايما هم عندهم يعني في حاجه كده احمد ومرتبط، يعني على طول مرتبط ان هم العرب بومب مانز وكده. احنا مش كده خالص، احنا عندنا احلام، عندنا انا ليه ما يبقاش في رائد فضاء عربي او مصري قريب؟ ليه ما يبقاش في؟ لازم نبني بلدنا، بس انت طبعا. لازم تحلمي الاول. لازم انت عارف يا احمد، يعني انت كلامك ووجودك وانجازك لحاله بخلي اي اهل يحترموا احلام اولادهم حتى في سن صغيره كتير. بس احكي لي انت عاد رحله الامازون، السسبنس اللي صار فيها، درجات الحراره المنخفضه جدا بسيبيريا، احكي لي، وواقف بالاطار 3 ايام. ده في قطر الصين، ده غير قطر السيبيري قعد فيه 10 ايام. احكي لنا في منغوليا. لا حاجات كثيره جدا يعني. هو الواحد اللي بيشوف، انا بعتبر حاجه، انا بعتبر الحياه او العالم ده كتاب. في ناس ما شافتش غير صفحه واحده فيه اللي هو قاعده في بلدها، في ناس شافت 5 صفحات، في ناس شافت. انا بحاول، انا عايز ان شاء الله اخلص الكتاب كله، لان انا في مهمه، وحتى في الويكيبيديا وفي كل الناس كاتبه ان انا في مهمه لأكون اول بشر في التاريخ ارفع علم بلدي واتكلم عن بلدي في كل دوله في العالم. مش حول العالم، لان انا خلاص حول العالم، لكن هي دلوقتي في كل دوله في العالم. دي لم تحدث في التاريخ من قبل. فانا ليه يعني نتمنى الناس تساعدني والناس تساند، ان هو لما انت تساندني دلوقتي هيجي الولاد الصغيرين، هيجي الناس حتى الكبار. يعني انا دايما بقول لهم يا جماعه ما فيش سن للحلم، ما فيش سن انك انت عايز توصل. ليه؟ مثل بسيط جدا، وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، الراجل ده حلم وهو يمكن هو سقط سنه 6، وبعدين كان بيتهته يقف قدام المرايه عشان خاطر يبطل يتهته عشان صحابه ما يتريقوش عليه. سقط في كل الانتخابات اللي دخلها في حياته لغايه سقط في كل الانتخابات لغايه ما بقى اول انتخابات ينجح فيها وهو عنده حاجه و60 سنه رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه، ونجح. كان هو اللي عمل الساين بتاعت الفي فور فيكتوري. يعني حتى الناس كلها بتقول لك بتعمل كده، لكن مش عارفه، ناس تقول لك لاف، ناس تقول لك بيس، ناس تقول لك السلام، لكن في فور فيكتوري ده هو تشرشل. قبليه ما كانش بيعملوه، دلوقتي كل العالم بيعمل كده، واحد الهم العالم كله. فاحنا الفكره كلها انك انت يبقى عندك حاجه جديده وتفكر بان رياليستيك واي، يعني بس أحمد، بطريقه غير نحن واقعيه. انشغلنا في العالم العربي عن أحلامنا، انشغلناها بالحروب والصراعات والأزمات السياسية اللي بتصير، وانت زرت موسكو والصين، وحتى في الفترة الأخيرة مؤخرا طبعا كانت سفينة صينية أتت للمملكة، سفينة السلام، بتنشر السلام حول العالم. إيش اللي أنت بتلاقيه الفرق؟ بتقول نحن أنا أبغى الدعم، أنا محتاج محتاج الدعم ما بين هنا في الدول العربية ما بين الدول اللي أنت بتزورها الأجنبية. انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك حاجه. انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك حاجه.
مش موضوع عايز الدعم، انا محتاج الدعم من ارضي، من بلدي، انا محتاج الدعم من ناسي، لان انا بعمل حاجه دلوقتي. انا بقول مفيش فرق بالدين، مفيش فرق باللغه، مفيش فرق كده. انا مثلا زي ما هي فرح كانت بتقول، انا في سيبيريا ماخد قطر 10 ايام عشان اقطع روسيا كلها، ماخد قطر جوه الصين 3 ايام واقف عشان خاطر اقطع الصين كلها. في الامازون اتبهدلت حاجات كتيره جدا عشان اوصل من البرازيل لكولومبيا في الانهار. نزلت لغايه نهايه العالم فوق شويه تحت عشان ارفع علم مصر القطب الجنوبي. في حاجات كتيره جدا، بس الدعم لازم يجي من بلدي مش يجي من بره. بس في فريق من الناس هيقول يعني معلش اعذرني، ده واحد اولا انت كنت بطل سباحه، بطل رياضي يعني قوي، الحمد قوي لله. الحمد لله. الابهات والامهات يقول لك ده واحد عنده شطط، ده هيعلم عيالنا الصياعه، يفضل يصيع من بلد لبلد حوالين العالم، وهو هو عنده بنيه تستحمل، انما اولادنا ما يستحملوش كده. فالى اي حد انت يعني تتعاطف مع وجهه النظر دي؟ انا عايز اقول حاجه، ان هو السفر مش صياعه، والسفر مش حاجه، السفر دي هو انا موافقه معاك. انا وانا شابه سافرت حوالين غرب اوروبا كله لوحدي، شايله باك. فانا متعاطفه معاك، ولكن في الوقت نفسه يعني ممكن حد يقول لك طب انت خدت قطر عشان تشوف الصين كلها 10 ايام، يعني جبت الديب من ديله. والله جاب الديب من ديله وديل ديله والله. او عندك فلوس وماديا مرتاح يمكن تسافر. كلمة فلوس دي ما كنتش هاخد قطر 3 ايام واقف، وبعدين ما كنتش هقعد في بيوت شباب. انا ما بقعدش في فنادق اصلا. يعني انا 2007 بقعد في بيوت شباب، وفي امريكا الجنوبيه كنت بقعد في خيمه. طيب وش اللي يجبرك؟ والمصاريف المصاريف كلها على 2007 2008 2009 2010 يعني لغايه 12 2011 كل ده انا على اون ماي اون اكسبنسز على حسابي الخاص. 2011 في ديسمبر قعدت مع وزير الطيران المدني المصري، عمل بقى مصر الطيران الناقل الرسمي ليا. بعديها لما سافرت وقابلت وزير الخارجيه بموسكو، بقت وزاره الخارجيه بتدعم سفرياتي شويه كمعنويا انهم حتى بالسفارات. لما رجعت طبعا قابلت ناس كتيره جدا، قابلت رئيس البرازيل لولا وده الهمني حاجات كتيره جدا، قابلت ساركوزي رئيس فرنسا كان مع لولا سنه 2009 في البرازيل، قابلت كريستينا فرنانديز رئيس الارجنتين 2010. لما رجعت من سفريتي اللي فاتت اللي هي ابتديتها من موسكو خلصتها في هونج كونج من غير طياره، لك ان تتخيلي المنظر ان شاء الله. بقى الناس جالي موبينيل شركه الاتصالات بقت راعي رسمي معايا كاتصالات، جالي وزاره السياحه بعد كل مصر الطيران ناقل رسمي ليا. وزاره السياحه اللي كانت يعني شوف الوزير شوف كام سنه وهم حتى يقول لك فين وزاره السياحه المصريه دلوقتي هتدعم ان شاء الله، بس كل التدعيم لسه احنا عايزين نوصل لكل الناس. فانا دلوقتي انا اللي يهمني جدا من كل التدعيم ده ان احنا نحول ده لحاجه الناس كلها تشوفها، مش انا اللي شفته بس، لا انا عايز، لان زي كل سفرياتي من 2007 لغايه 2011 ما كنتش بطلع معايا كاميرا مان. دلوقتي السفريه اللي فاتت والسفريه ان شاء الله الجايه هبتديها من اليابان او اعدي فيها اسيا كلها ان شاء الله معايا كاميرا مان. ليه ده ما يتحولش يبقى برنامج قوي الناس كلها تشوف؟ لان احنا عايزين الناس كلها، كل واحد هيشوف حاجه، كل واحد هيجات انسبايرد او هيلهم بحاجه معينه، الدكتور هيلهم بحاجه، المهندس هيلهم بحاجه، كل واحد هيبقى احمد ابن بطوطه المصري. انا شخصيا انا الهمت فيك، ان شاء الله بناتي حخليهم يكتبوا لسته اذكرهم فيها. انا يعني بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. علم مصر مش بس ترفع بكل دول العالم، على القمر ان شاء الله. القمر انا متاكده ان شاء الله تعملها يا رب. بس وان شاء الله يعني نقابلكم بصحه وعافيه بعديها ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر يا احمد. اشكرك. فرح بسيسوفيتش بتشوفكم بعد الفاصل. سيسوفيتش. بعد الفاصل كليبات بلمسات خليجية.